مساكم الله بالخير. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كأنك تراه، لا زلنا في الحديث عن حبيبنا عليه الصلاة والسلام، ولا زلت بربطكم معي وأنا في مشهد الحقيقة مهيب، وبالنسبة لي أشعر بشعور مختلف تماما، يعني من عند الكعبة ومن حول الحقيقة هذه الجبال التي احتضنت أغلى وأفضل وأزكى وأحلى رجل مشى على وجه الأرض، فصلوا عليه وسلموا تسليما. اليوم لما تنظر للأرض قبل أن يأتي هذا النبي العظيم، قبل ولادته أصلا كيف كانت، يعني دعونا ننظر اليوم بزاوية وبعين نبصر فيها حال العالم، خريطة العالم، كيف كانت الناس، كيف كانوا عايشين. آخر نبي كان عيسى، وبين النبي والنبي عليه الصلاة والسلام محمد 650 سنة. تتصور 650 سنة هذه ما الذي حصل فيها؟ حصل فيها من الظلم، حصل فيها من الاستبداد، حصل فيها من الظلام، حصل فيها من الضلال، حصل فيها من الضياع. أرض أطبقت كلها ظلام واستبداد وعنصرية، وأصبح الإنسان ما له قيمة. ولذلك خلونا ندخل إلى خارطة العالم الخارجية ابتداء. يعني اللي كان مسيطر في تلك الفترة دولتين اثنتين، امبراطوريتين قويتين عظيمتين، الفرس والروم. يعني تخيل يوجد ظلم واستبداد وقتل وإهانة لشخصية الإنسان. تخيلوا أنه كان يأتون يضعون مصارعة حلبة مصارعة، لكن يتصارع فيها من؟ يتصارع فيها الحيوانات المفترسة أكرمكم الله مع الإنسان الضعيف اللي ما له قيمة، ويتركونهم يتصارعون. بطبيعة الحال سيفوز سينهزم الإنسان الضعيف هذا، وستفوز تلك الحيوانات المفترسة الكبيرة. ومع ذلك ينظرون إليهم، يتفرجون لهم ويصفقون ويتضاحكون وهازيج ويتمايلون فرحانين مبسوطين. الإنسان ما كان له قيمة، لا توجد كرامة للإنسان إلا من كان من طبقة معينة وكان من شريحة معينة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا نظرة سريعة. أنت لما تنظر إلى مثل الفرس في السنة السادسة ما قبل الميلاد ما مر استبداد ولا ظلم يذكره التاريخ مثل ما مر في تلك الفترة. ولذلك يذكر ويلز، هذا إنجليزي كاتب شهير معروف، يقول أن أوروبا في تلك الفترة أشبه ما تكون بجثة الإنسان المتعفنة المتروكة، بسبب الظلم اللي كان موجود فيها، بسبب أن الإنسان ما له قيمة. الإسلام لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كانت الأرض أحوج ما تحتاج إلى مصلح، إلى منقذ ينقذ هؤلاء البشرية. لذلك هو الذي أسس حقوق الإنسان، وهو الذي نشر الحرية ونشر مفهوم العدل والحق، ونشر مكانة الإنسان، أفراد الإنسان حتى الإماء والعبيد والأرقاء جعل لهم قيمة وجعل لهم حقوق، الأطفال النساء الكبار غير ذلك. فالإسلام حينما جاء، لما تنظر إلى أصل الأرض إيش كان تستغرب وتعرف فعلا أن الإسلام نقل الإنسان، كل الإنسان، ليس فقط في الجزيرة هنا وليس فقط في مكة، نقل الإنسان كل الإنسان. ولذلك الجزيرة العربية وش كان فيها؟ عند الكعبة هذا إيش كان موجود؟ ديانات مختلفة، أصنام لا تعد ولا تحصى. اللي كان بس فقط حول الكعبة وعلى سطح الكعبة وفي وسط الكعبة 360 صنم، وكل صنم من يعبده لهم طريقة في عبادته، عبادات وثنية شركية ما لها قيمة. كانت الجزيرة العربية أشبه ما تكون بالغابة، القوي يأكل الضعيف. وكانت لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسوأ مراحل الحضارات كانت حين توقيت ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك هم أصلا ماذا كانوا يفعلون؟ كانت الأرض ما فيها مقومات، الأرض في الجزيرة وفي غيرها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى هذه الأرض ما في أدنى مقومات، أخرجهم من رعاة غنم يا جماعة إلى قيادات يقودون الأمم. في فترة من الفترات كانوا أشبه ما يكونون بالبهائم، إنهم كالأنعام بل هم أضل. السواد الذي أطبق على العالم سوادا غريبا، كانت الأصنام يعني مضحكات. اسمع على سبيل المثال، يسافر الرجل من مكة إلى الشام ويأخذ معه صنمه إلهه ربه، ولما يأخذ معه الإله وهو في الطريق يأكل، لأن الصنم من تمر يأكل من هذا التمر،
ما يصل إلى أرض الشام إلا وقد أكل ربه وأكل إلهه، ثم يبحث له عن رب ثاني، فيبحث عن حجر أو شجر أو خشب ويضع إله مؤقت حتى يرجع إلى مكة. هذه من خرافاتهم، وهذه حتى من خزعبلاتهم وسخافاتهم الغير مقبولة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأل ذلك الصحابي قبل أن يسلم، قال له: كم لك من إله؟ قال: لي 7. قال: أين هم؟ قال: 6 في الأرض و1 في السماء. قال: من اللي رغبك ورهبك إذا اشتدت بك الشدائد وضاقت بك الضوائق؟ قال: الذي في السماء. قال: إذن أعبد الذي في السماء واترك التي في الأرض. فإذا الخارطة حينما تنظر لها وتصبر إليها من نظرة ثاقبة في تاريخ هذه الأرض، ستجد أنها كانت ظلام دامس، وقسوة ليس فيها رحمة، وشدة كذلك ليس فيها ليونة، وكان الظلم هو المستبد، وكان في طبقات. في بلاد فارس الأكاسرة لهم مكانة، والكهنة لهم مكانة، والملوك لهم مكانة، والفقراء هذه طبقة ما لها قيمة، طبقة كاسدة، طبقة مهضومة حقها، طبقة مثل الذر والنمل أكرمكم الله، تداس بالأحذية والنعال، ما لها قيمة. حتى جاء الإسلام وجاء هذا النبي عليه الصلاة والسلام، والله حق للأرض كلها والإنسانية كلها بكل أطيافها ودياناتها وثقافاتها ومستوياتها أن ترفع قبعاتها تحية واحتراما لمحمد عليه الصلاة والسلام، لأنه نقل الإنسانية. المرأة وش كانت؟ المرأة ما لها قيمة. المرأة كانوا يقولون هل هي إنسان أم حيوان؟ هل روحها روح بشر أو روح شيطان؟ وكانوا يقولون لا ترث ولا يحق لها أن تمتلك، حتى الدابة ما تمتلكها، يرونها إنسانة مهانة. وكانت المرأة في تاريخ الجزيرة وحتى في غير الجزيرة توأد وتقتل. إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، شوفوا الوصف القرآني، وهو كظيم يتوارى من القوم، ينحاش يعني يدس وجهه من سوء ما بشر به. أيمسكه على هون؟ وش معنى هالآية؟ وش معنى أيمسكه على هون؟ يعني يمسكه ويهينها أم يدسه في التراب؟ يعني هي مهانة، إما أن تقتل وتدس في التراب توأد، وإما أن تمسك وتهان مثل الحيوانات. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون. وسوى الإسلام وسوى رسول الإسلام بالمرأة. المرأة اليوم تعالي أنا بخاطبك أنت، اسمحوا لي اللي عند الشاشة من الرجال، الخطاب موجه لأخواتي النساء. احمد الله أنك مسلمة، احمد الله، لأن الإسلام حماكي أم، وحماكي أخت، وحماكي بنت، وحماكي زوجة، جعل لك حق أم وحق زوجة وحق أخت وحق بنت وحق امرأة وعمة وخالة، جعل لك قيمة. الإسلام جعل الذي يرعى ابنة أو ابنتين أو 3 أنه يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كهاتين، وأنه يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن تربيتهن وأدبهن وقام عليهن أن له الجنة يدخل مع أبوابها أي يشاء. الإسلام رفع قيمة المرأة وقيمة من يقوم على المرأة، ليس فقط المرأة، من يقوم على المرأة من الرجال هذا له قيمة عند الله وقيمة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن أنت في الإسلام وبعد الإسلام أصبحت شيئا آخر. أنا أقول أيضا مرة أخرى، المرأة قبل الإسلام وقبل محمد عليه الصلاة والسلام شيء، وبعد الإسلام شيء آخر. ونرى احترام المرأة في كل زواياها في كل أماكنها، بدليل ستأتيك الأدلة إن شاء الله تعالى في سيرته، كيف تعامل مع أمه هو صلى الله عليه وسلم، وكيف تعامل مع زوجته، وكيف تعامل مع مرضعته، وكيف تعامل مع ابنته، وكيف تعامل مع نساء من بني جنسك أنت، كيف أمر وكيف حذر وكيف وعد وكيف توعد لمن تعدى عليها. حتى قريش لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبث فيها مثل هذه المعاني كانت ترفض أن يأتي رجل بمال قد أخذه غصبا من المرأة، لأن المرأة كانت تحترم في هذا الإسلام العظيم منذ أن أشرق نور الإسلام إلى يومنا هذا، وستظل المرأة معززة مكرمة. فالإنسان حواء من ماذا خلقت؟ خلقت من ضلع من آدم عليه السلام، وحواء كانت هي وآدم في جنة عرضها السماوات والأرض. حواء هي الأم الأولى لك، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يحقق هذا المعنى، يرفع من شأن المرأة ويعطيها مكانتها. فيأتي الإسلام ويقول لا، المرأة لها حقها والعبيد لهم حقهم،
والخدم لهم حقهم، والأطفال لهم حقهم، بل أعظم 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 من ذلك، حتى الحيوانات وجعل لها حقها، احترمها النبي صلى الله عليه وسلم. الآن الحيوانات لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ورأى ناقة تبكي على حوار لها قتل، وكأنها تدور ثم سقطت فماتت، فقال قتلوها قتلهم الله. والطائرة التي كانت تنفخ بجناحها، فلما رآها النبي عليه الصلاة والسلام قال ردوا إليها فراخها، من أفزعها في فراخها؟ أي دين هذا؟ أي رسول هذا عليه الصلاة والسلام الذي احترم حق المرأة؟ كان يمشي في طريقة رايح لفتح مكة، وفي طريقة غير الطريق، غير الخطة، البوصلة حقت الطريق، الخريطة غيرها، لأنه أخبر أكرمكم الله أن في الطريق كلبة تلد، فقال ابتعدوا عن طريقها، دعوها تلد على راحتها. هذا احترام حتى للحيوان، فكيف بالإنسان؟ فلا شك أن خارطة الدنيا قبل محمد شيء، وبعد محمد صلى الله عليه وسلم شيء آخر. فجاء الإسلام يخبرنا أن هذا الإسلام قام على العدل، وقام على الحق، وقام على ميزان يوازن بين الحق والعدل والإيمان والطاعة، وأصبح الإسلام ثوب يفخر به أن يلبسه كل أحد. اليوم أنا أتابع في اليوتيوب، واطلعت على مشهد سائح أوروبي غير مسلم يقف في مكان ويرفع الأذان بصوت قريب من صوت مؤذني الحرم المكي. هذه رسالة تقول أن هذه الأصوات، هذه الرسالة، هذه الكلمات، هذا الوحي بلغ مبلغه إلى أراضيهم هناك. والسبب ما هو؟ أنه قام على العدل. نعم هناك من شوه صورة الإسلام، لكن هؤلاء شواذ، وهؤلاء ليس لهم في الإسلام حكمنا على ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. سنذكر في هذا الموطن إن شاء الله تعالى وفي هذه اللقاءات محمد كأنك تراه إنسان عظيم بإنسانيته، بسماحته، بقربه من الناس، برحمته، بجمعه للأمة كلها وحرصه على الناس. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أولى من نفسك، يعني حريص عليك أكثر من نفسك. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فيا حبيبي يا رسول الله، اللهم صل على محمد وآل محمد.